نداء الى متبعي نظام الطيبات. وفي ناس كتير بيجوا لنا العياده متبعين نظام الطيبات وحابين ان احنا نتابعهم طبيا وهم ماشيين على النظام. طبعا احنا متفقين ان مفيش ادويه خالص خاصه باي مرض هنوقفها. تاني حاجه، في تحاليل لازم تتعمل في بدايه النظام وبعدين تتعمل كل شهر علشان حضراتكم تتابعوا تاثير النظام على صحتكم. ضروري ما ينفعش تمشوا على النظام الا لما تعملوا هذه التحاليل، والتحاليل هي مجرد انديكيتور او مؤشر بيقول صحتك مع النظام بتتحسن ولا بتتدهور. اول تحليل هو تحليل وظائف الكلى. ضروري ضروري خصوصا للناس اللي ما بتشربش ميه خالص. الكرياتينين، سيرم كرياتينين، والبلاد يوريا نيتروجين، واليورين. ماشي، الثلاث تحليلات دول مهمين جدا لان هم ممكن يدونا مؤشر اذا حصل لا قدر الله لحضرتك جفاف شديد وانحباس للمركبات النيتروجينيه السامه في الجسم، بيبقى مؤشر ان حضرتك يجب ان يا اما تتوقف عن عدم شرب الماء يا اما تدخل الماء بالتدريج. كذلك تحليل البول اللي بيبين لو في بلورات اللي هي بنسميها كريستلز زي مثلا حمض اليوريك اسيد او الكالسيوم اوكزاليت، ودول اللي بينبئوا عن وجود حصوات او بدايه تكوين الحصوات. زائد ان بيبقى في حاجه اسمها سبيسيفيك جرافيتي للبول بتتحسب بشكل ما، وده بيبقى مؤشر للجفاف. تاني تحليل مهم جدا هو تحليل الالكترولايتس في الدم او الاملاح في الدم زي البوتاسيوم وزي الصوديوم، لانه مثلا البوتاسيوم التغيير المفاجئ ليه ممكن يؤدي الى اضطراب مفاجئ في ضربات القلب اللي هو بنسميها اريزميا. وممكن الصوديوم لما يزيد نتيجه الجفاف ده يؤدي الى سحب السوائل من المخ، وساعتها هتبقى انت حاسس بخمول شديد وصداع، وممكن لا قدر الله الموضوع يوصل لتشنجات. طبعا السكر التراكمي مهم جدا، ده بيتعمل كل 3 شهور، لكن احنا ممكن كل شهر نعمل سكر عشوائي وده مهم جدا. زائد ان احنا ممكن قياس بقى حموضه الدم والاسيتون والكيتونز ممكن في الدم وفي البول يتحسبوا. طبعا السيرم البومين ده مهم جدا لانه يعتبر مؤشر لو في سوء تغذيه بروتيني، يعني مثلا حضرتك قللت قوي من اكل البروتين فده ممكن يبقى مؤشر لسوء تغذيه. طبعا احنا كاطباء ممكن نريليت او نربط السيرم البومين الواطي بالمشاكل في الكلى، مشاكل في الكبد، التهابات في الجسم. دي حاجه خاصه بينا لما بنشوف التحليل بتاع حضرتك، بس ده حاجه مهمه جدا. الليبيد بروفايل طبعا او دهون الدم عند حضرتك، هنعمل السي بي سي او تحليل الدم الكامل بشكل دوري، وده كل شهر من بدايه نظام الطيبات. ده حاجه مهمه ارجو ان حضراتكم تمشوا عليها بشكل دوري طول ما انتم ماشيين على نظام الطيبات. طب لقيتوا في خلل، اوعوا تدخلوا الحاجات اللي انتوا حرمتوا نفسكم منها مره واحده. لازم تدخل بالتدريج، لازم يحصل تدرج لدخول الماء وتدرج لدخول المأكولات اللي انتوا حذفتوها. محدش يقرر يدخل مره واحده لو عنده خلل في التحاليل، لان ده ممكن يؤثر بشكل سلبي على الصحه عند حضرتك نتيجه وجود حاجه اسمها ريفيدنج سيندروم، ودي حاجه طبيه برضو احنا اللي نتعامل معاها. اللي ماشي على الطيبات يعمل التحاليل دي بعد اذنكم كل شهر.